السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق نادي الوداد الرياضي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه للحديث عن التشكيلة التي نادى عليها المدرب محمد أمين بن هاشم استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي ستجمعه بملعب المسيرة بأسفي أمام الأولمبيك المحلي. كذلك سنتحدث عن أهم المحطات الاستعدادية لهذه المباراة. إذن بداية سنبدأ باللائحة التي نادى عليها المدرب. لائحة تضم 23 لاعبا لخوض هذه المباراة، مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكاف. اللائحة عرفت مجموعة من التغيبات البارزة بسبب الإصابة، بحيث من أبرز الغائبين عن المباراة سيكون حكيم زياش وكذلك نور الدين أمرابط، لاعبين أساسيين ومؤثرين في الفريق، سيغيبان بسبب الإصابات التي تعرض لها كل لاعب في المباريات السابقة، الشيء الذي سيحرم الفريق من خدماتهما في هذه المواجهة. بالمقابل اللائحة عرفت العودة ديال اللاعب عبد الغفور لاميرات من بعد ما غاب على المباراة الأخيرة ديال الوداد أمام اتحاد توارقة في البطولة، من بعد ما جمع 4 ديال الإنذارات مما فرض عليه الإيقاف لمباراة واحدة. كذلك اللائحة تعرف عودة اللاعب محمد مفيد من بعد التعافي ديالو من الوعكة الصحية اللي تصاب بها خلال الأيام السابقة. عموما اللائحة تضم العناصر التالية: حراس المرمى المهدي بن عبيد، عبد العالي المحمدي وعبد الرزاق الوادي، كذلك عبد الغفور لاميرات، محمد البوشواري، محمد مفيد، عودة البرازيلي فيريرا، وكذلك الهولندي بارت مايرز. أيضا استدعاء أمين أبو الفتح وأيمن الوافي، صلاح مصدق، نبيل خالي وأيوب بوشتا، كذلك وليد الصبار، جوزيف باكاسو ونعيم بايار، بالإضافة إلى اللاعبان البوليفيان راميرو فاكا ومويزيس بانياكوا. أيضا اللائحة ستعرف حضور محمد الرايحي وحمزة الهنوري وحمزة الواسطي، وليد ناسي ووسام بن يدر. مباراة ستكون صعبة، والوداد استعد لها طيلة هذا الأسبوع. كانت الاستعدادات بداية بمدينة الزمامرة بملعب فريق نهضة أتليتيك الزمامرة. كذلك من بعد ذلك فالفريق حط الرحال بالوالدية واستعد يوم الجمعة لهذه المباراة كما قلنا بمنتجع الوالدية. والطاقم ديال نادي الوداد الرياضي فاختار الإقامة في الوالدية باش يوفر الأجواء المناسبة للاعبين ومن أجل التركيز الجيد قبل هذه المباراة الهامة. ثم بعد ذلك يوم السبت حافلة النادي وصلت إلى مدينة آسفي من أجل مواصلة الاستعداد لهذه المباراة المرتقبة أمام القرش المسفيوي. ويوم السبت النادي الوداد الرياضي فخاض آخر حصة تدريبية استعدادا لهذه المواجهة في نفس توقيت انطلاقة المقابلة، أي في 10 ليلا على أرضية ملعب المسيرة. والحصة التدريبية الأخيرة عرفت حضور جميع اللاعبين اللي تم الاستدعاء ديالهم، وكيف ما أسلفنا الذكر فالمباراة سيغيب عنها حكيم زياش وكذلك نور الدين أمرابط
بسبب الإصابة. إذن نتمنى كامل التوفيق للوداد الرياضي في هذه القمة المغربية بنكهة إفريقية. نتمنى أن يظفر الوداد بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب حتى يسهل عليه المهمة في مباراة العودة. كذلك فأولمبيك أسفي هو الآخر كيستعد لهذه المباراة طيلة هذا الأسبوع، وحتى العناصر ديال أولمبيك أسفي فهي تستعد بكل تركيز لهذه المواجهة، وتريد تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة قبل لقاء العودة الذي سيدور يوم 22 من هذا الشهر، شهر مارس، أي يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء بستاد دونور بداية من الساعة 8. رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي فهو خصص واحد المنحة مالية لكل لاعب كتوصل ل20,000 درهم من أجل تحفيزهم للانتصار في هذه المباراة على ممثل المغرب الآخر الوداد الرياضي في هذه المباراة ديال الذهاب. إذن عموما الجمهور المغربي يترقب مواجهة قوية ومواجهة حماسية بين طرفيها المغربيين الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي. وأكيد أن المباراة ستكون في غاية الحماس والإثارة والندية، ومن المرتقب أن يحضرها جمهور غفير من جماهير الفريقين معا. المباراة سيقودها طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الساحة محمد معروف عيد منصور، وسيساعده كذلك كمساعد أول محمود أحمد كمال أبو الرجال، وكمساعد ثاني أحمد حسام طه إبراهيم. أما الحكم الرابع فهو أمين محمد أمين عمر. أيضا طاقم تقنية الفيديو الفار كذلك طاقم تحكيم مصري. هذا الحكم محمد معروف سيعود مرة أخرى إلى آسفي لقيادة مباراة لأولمبيك آسفي من بعد ما سبق له قاد مباراة الأولمبيك أمام اتحاد العاصمة الجزائري برسم الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية. فيما يخص تذاكر المباراة فقد خصصت تذاكر لأنصار أولمبيك آسفي بثمن 30 درهم للمدرجات العادية و200 درهم للمنصة المغطاة، في حين تذاكر فريق أو جماهير الوداد الرياضي فحددت في مبلغ 60 درهما للتذكرة الواحدة. إذن كيف ما قلنا نتمنى حظ موفق لنادي الوداد الرياضي في هذه المباراة، وأن يقتنص نتيجة إيجابية تسهل من مأموريته في مباراة الإياب من أجل التأهل لدور المربع الذهبي لهذه المسابقة.